بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل اخوات المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنوريني. ما نحرمش منكم أبدا ولا من وجودكم معايا، وجودكم دايما على راسي من فوق. يلا بينا ندعي لبعض الأول ونقول ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وفك كرب كل مكروب، واصلح حالنا وحالكم. قولوا آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. بجد بجد بتوحشوني، وبجد بجد بيوحشني التصوير معاكم. يلا بينا النهارده بقى نشوف الفيديو بتاعنا ونقول لبعض ازاي نوفر حاجات في بيتنا، وازاي بيتنا دايما يبقى مليان خير. كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب. ما تقولوش لسه بدري، الايام عماله بتجري بسرعه واحنا مش حاسين بيها. احنا كنا بنقول المدرسه جايه، دلوقتي احنا قلنا نص السنه هيمتحنوا الولاد. يعني الازهر هيمتحن في شهر 12 خلاص، والعام هيمتحنوا في شهر 1. خلاص كل سنه وانتم طيبين. الايام عماله تجري بينا في لحظه، في ثانيه كده، ما بجد ما احناش عارفين احنا رايحين فين. الحمد لله دائما وابدا، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل الظروف، الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. اللهم ديمها علينا فضل ونعمه يا رب العالمين. في اليوم ده اصلا ما كنتش عايزه اطبخ، انتوا عارفين ان انا رجلي متجبسه يعني، وبتحرك بالعافيه يعني، الحمد لله الحركه. بس خلاص جيت لحد العصر كده وقلت لا انا هطبخ لهم حاجه. كان عندي حاجات بسيطه بس قلت مش هتكفيهم. المهم قلت لا انا هنزل اطبخ لهم حاجه. تعالى اقول لكم بقى ان الحاجه في الفريزر، او ان الحاجه في بيتك مهما كنت تعبانه، مهما عدى عليك الظروف، في ثانيه هتطبخ، في ثانيه هتطبخ. انا طلعت، انا مش عارفه والله هم دول شويه البسله اللي انا لقيتهم، هل لسه عندي في الفريزر؟ دول من السنه اللي فاتت. شايفين البسله اكنها لسه طازه ازاي؟ شوفوا البسله زي الفل ازاي. ما كانش عليها جزر بصراحه، فطلعت كيس جزر كان عندي مبشور، مش مشكله هيمشوا زي الفل. قطعت بطاطستين وسط كده عليها. طلعت كيس فراخ متبل المتقطع يعني رباع كده، وفرخه يعني. وطلعت الكيس، طلعت كمان طبق صلصة طماطم جاهز تمام ومية مية. الحاجات دي هتوفر علينا ولا مش هتوفر علينا؟ في ناس بتقولك انا ما بحبش التخزين. حبيبتي التخزين ده كنز في بيتك، كنز في بيتك. انت مش هتحسي بقى لما تكوني متضايقه مخنوقه معكيش فلوس، حصل ظرف في بيت عندك. شوفي في الزمن اللي احنا فيه كان الاول الفلوس احسن من الحاجه، لان الفلوس كانت بتجيب حاجات. في الزمن اللي احنا فيه ده انا هقول لك ان الحاجه احسن من الفلوس، لان مهما حوشت فلوس الحاجه بتغلى، فالفلوس ملهاش لازمه. والله العظيم ملها لازمه. فاهمني؟ مش ملهاش لازمه ان احنا ما نجيبهاش، ملهاش لازمه ان انت يعني هاتي اللي انت تستفادي بيه، او هاتي اللي انت تستخدميه، او هاتي لو لقيتي فرصه مثلا ان انت قدامك اي حاجه، حتى مش شرط الاكل يعني، فرضا يعني اي حاجه لازماكي هاتيها دلوقتي، لان صدقني مش هتعرفي تجيبها بعدين. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب. وكان عندي فول كمان كنت حاطاه على النار، فول دميسه يعني اهو. معرفش الكاميرا عامله كده ليه، بس هو كان احمر وزي الفل. المهم كنت مولعه عليه يعني، وقلت اكمله سوا، وهنا كنت مولعه عليه من بدري يعني من قبل الطبيخ. المهم زي ما انتم شايفين حطيت معلقه زيت او معلقتين زيت، وشوحت البسله في الجزر في البطاطس. هنشوحهم كده تمام. زي ما قلت لكم. لقيت فرصة حد معاه مثلا 10 كيلو طماطم، 5 كيلو طماطم، 3 كيلو طماطم، حطهم مسبكهم حطهم في الفريزر. لقيتي مثلا رحتي السوبر ماركت ومعاكي مثلا فلوس، فاض معاكي 10 جنيه، طب اجيب بهم ايه؟ ما تاخدهمش وتروح. هاتي مثلا بيكنج باودر، هاتي فانيليا، بلاش. هاتي ب10 جنيه جوزة الهند وعيني، هاتي ب10 جنيه زبيب وعيني، هاتي اي حاجه تنفعك وعيني. لو رجعتي بيها ولادك هياخدوها يصرفوها صدقيني. المهم هنا حطيت الطماطم، حطيت فكت الطماطم، الفراخ ما كانتش فكت، فانا كنت اساسا متاخره، والكهرباء كانت لسه ايامها بتقطع. الفيديو ده مسجل عندي بقاله فتره يعني، الكهرباء كانت هتقطع. فالمهم حطيت الفراخ هتدوب لوحدها، هي هتفك لوحدها اساسا وهتعمل شوربه، وانا كده كده عين الفراخ مغسوله ومتبله جاهزه في قلب الفريزر لاي ظرف يعني. المهم كنت هعمل معاها شويه رز بشعريه زي الفل. تمام تمام. سمعتوني ولا ما سمعتونيش؟ هاتي كيس اريال واركني، هاتي كيس شعريه وعيني، هاتي كيس مكرونه كمان وبحتي عليه كيس تاني. المهم ان انت كل ما تروحي معاكي قرش هاتيه. يا جماعه العيال لما بيشوفوا معانا فكه اقسم بالله ما بيخلوها. فزي ما بقولك كده، انت مش قادره تحوشي. لو انت مثلا رحتي تشتري خلاص خدت المصروف، شوفي انت هتعملي ايه. طلعي النهارده مثلا ايه، لو هتاخدي مثلا بتاخدي باليوم، خدي مثلا 20 30 جنيه هتبقوا حاجات وركينه. تمام.
انا نسيت انا قلت ايه، كل ما اجي اسجل الاقي حد بيزعق في الشارع او حد بيتكلم. المهم هنا زي ما انتم شايفين جربوا الحركه دي في الرز بشعريه ورز حبايه وحبايه، يحطوا سكر ورق لوري او حبهان في الرز ودوقوا طعمه، بجد بجد بيخلي طعم الرز يروح في حته تانية. مش بيبقى له طعم في الاكل، بس بتلاقي الاكل يعني رز حلو. هنا حمرت الشعريه على قد ما انت عايزه بقى، عايزه الشعريه اكتر من الرز، عايزه الرز اكتر من الشعريه، عايزه لونها فاتح، عايزه لونها غامق، دي يرجع لك انت ما يرجعش لي يعني. كل واحد له ذوق في اكله وله حريه الاختيار في الاكل هيعملها ازاي. هنا حطيت كمان شويه فلفل اسمر على الرز، هنقلبه كده زي ما انتم شايفين. بجد ربنا يعين الناس اللي بتشتري كل حاجة، الرز وسكنة وكهرباء ومية وولاد ودروس. بجد بجد كان الله في عونكم، ربنا يعينكم ويعيننا ويعين الناس كلها، اللهم امين يا رب العالمين، يا رب يعين كل الناس على حالها، اللهم امين. الحاجة بجد يا جماعة يعني هي مش بتزيد، هي بتنفجر في الأسعار، في الزيادة رهيبة رهيبة. ربنا يعدينا من الايام على خير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بس احنا بنقول بنوفر على قد ما نقدر، بنجيب احتياجاتنا على قد ما نقدر. ان مثلا لا قدر الله الشغل وقف، حاجه وقف، احنا ساندين بيوتنا وساندين حالنا وساندين جوازنا وماشيه معانا الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب. هنا زي ما انتم شايفين الرز اهو، انا كنت الفراخ لا لسه ما حطيتهاش في الفرن. هنا بقى كنت هولع الفرن واحط الفراخ بقت ايه مع البسله والبطاطس كده اهو. هغطيها بس بالورق الفويل عشان الفراخ ما تحمرش من فوق او تاخد لون بسرعه. هحطها في الفرن عما الفراخ تسيح كده وتبدا تستوي، هنشوف هتعمل ايه. هنا هوريكم اهو كده الكهرباء قطعت، كده الكهرباء قطعت برضو، الكهرباء قطعت وثبتني. هنا زي ما انتم شايفين بقى كانت الفراخ فكت وعملت شوربه هي في البسله والبطاطس وكده زي ما انتم شايفين. هنا بعد ما طلعتها كانت الكهرباء جت، بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ريحتها بس كانت تحفه والله العظيم، بألف هنا وصحة لكل من كل منا. كده كان اليوم بتاعنا خلص والاكل بتاعنا خلص. بقول لكم ان البسله زي الفل والفراخ والدنيا فل شمعة منور. عايزه تلمعي خدي صلصه من دي كده ولمعي الفراخ. تمام تمام. وكنا خلاص عملنا الرز كان استوى، الفراخ مستويه وزي الفل بسم الله ما شاء الله. بألف هنا لكل من كل منها. اتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى ما تنسوش اختكم في لايك وكلمه طيبه منكم تترد لكم بالمثل. والسلام عليكم ورحمه الله. استناكم في فيديو قادم ان شاء الله. باي باي، الى اللقاء.